لين يا العشير. وطعمها قسما بالله انها تفوز. مناسب هنا يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حي يا شباب، وش اخباركم؟ عساكم طيبين. جانا رمضان، لازم تكون في طبخات رمضانية. فالفترة اللي راحت انا اسبوع ما نزلت. الاسبوع هذا قلت خل انا اصور فيه سلسلة راح تكون في رمضان، اللي هي سلسلة اكلات رمضانية ان شاء الله. السلسلة هذه قبل رمضان يا شباب، ممكن تشوفون الوقت عندي نهار وانا قاعد اكل، بس ان الموضوع تراه قبل رمضان في اسبوع انا قاعد اصور فيه. راح اقدم اسهل طبخات الكل يقدر يسويها، وخاصة العزوبية. راح نبداها الاطباق الرئيسيه اللي تكون في كل رمضان. طبعا مو كل الناس تسويها، بس انا راح اقدم لكم الاشياء السهله اللي انت تقدر تسويها كطبق رئيسي عندك في رمضان. فنقول بسم الله ونبدا باول طبقه اللي هي مكرونه بالقصدير يا العشير. اوكي، مثل ما انتم شايفين يا شباب، الان غليت المكرونه، اضفت ملح وزيت فقط ومويه، نغليها تقريبا لمده 20 دقيقه على نار عاليه لين تصير لينه. اوكي يا شباب، جبنا صحن مثل ما انتم شايفين، قلايه قصدي. اضفت الحين الزيت زيتون، بعده حركها شوي مساحه كبيره. نبدا الحين نضيف البصل. اوكي، بعدين نضيف الفلفل الاخضر البارد، وبعدها كريمه الطبخ علبه كامله يا شباب. الان نضيف الملح والفلفل الاسود، بعده معجون طماط ضغطتين، 1 2 كذا كافي. بعدها يا شباب نضيف المكرونه اللي غليناها مع مويتها، طبعا على نار عالية يا شباب. طبعا الحين لي يا شباب 10 دقائق وذقت المكرونة، وزنيتها مرة كويسة. نحط المكرونة في القصدير هذا القزاز، بعده نضيف التشيز يا شباب بالطبقة اللي فوق. توزع تشيز، ما يكون بس مكان واحد، تسكير القصدير. يبيك تسكرها باحتراف. الخطوة ان نحطه في الفرن، نشغل الفرن على اللي فوق فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما انتم شايفين يا شباب كذا خلصت وجبتنا. وشي منو؟ كانت 5 دقائق بس يذوب هالشي. فالان يا اخي حلوه ملاكم، ها ابقسك الحين ترى. طيب ابو حميد، تنزلها وتفكنا من السماج الله يرضى عليك، وتجرب المكرونه اللي انت تقول عليها من هنا. اوكي ما شاء الله تبارك الرحمن، لين يا العشير ما شاء الله. نجي نختبر المطه. اخيرا اخيرا يا عيال، ضبطت معي المطه اللي كنت دائما ابغى اسويها. بسم الله. يمه ما شاء الله. الحين انا اقدر احلف اقول لك اقسم بالله ما كنت ذقت ألذ من المكرونه اللي انا سويتها بحياتي، والله العظيم. شفت الاشياء البسيطه اللي انا قاعد سويتها يا شباب، طلع لك المكرونه هذه ابسط ما يكون. ممكن انا طولت معي لاني انا اشيل الكاميرا واودي واجيب، لكن مثلا انت تقول لا والله انا لحالي وقاعد اطقطق وابي طبخه اسويها بشكل سريع ولذيذه وتكون وجبه رئيسيه في رمضان. اقسم بالله انا انصح، انا راهن يا شباب اللي يسوي هذا الشيء راح يسويها خلال 30 يوم برمضان ان شاء الله. لانه صدق اقسم بالله ان ألذ مكرونه ذقتها بحياتي، والله العظيم يا شباب انه طعم من الاخر. الان ننتقل للوجبه الرئيسيه الثانيه. نقول بسم الله. كل اللي تحتاجه قلاية وترتلة، تحطه كذا على طول. تضيف الجبن يا العشير، تقول بسم الله. أضفنا الجبن يا شباب. الآن نجي ونغطيها مرة ثانية بترتلة ثانية، نسكر عليها بالشكل هذا. نضيف الصوص الجميل هذا، نضيف الزيتون، بعدها الفلفل، نضيف الطماط، التشيز. اوكي ابو حميد، شلون نعرف انها استوت؟ الان ما تجي ترفع من تحت وتشوف من النص. شفت التشيز ذاب خلاص كذا. الان تنقلها على الفرن وتخلي النار من فوق.
البيتزا اللذيذة البسيطة وإلى القرمشة. كذا خلصت أسهل بيتزا عندنا. فمثل ما أنتم شايفين يا شباب، طبعا تعتبر محشية من جوا. نقول بسم الله. الحين نبدأ نقيم. أنت شخص ما ودك تعجن وتبي شيء سريع ولا ياخذ منك وقت، روح. والله أنت تبي تشتغل وتبي تسوي العجينه وتبي طعم مرة خرافي، شوف مقطع حق البيتزا اللي قبل أنا سويته. لكن تبي شيء شغل سريعي وشغل مرة لذيذ وبسيط ولا ياخذ منك وقت، تفي بالغرض وطعمها قسما بالله أنها تفوز، لا من تشيز لا من صوص، كل شيء. وأنا والله من الناس اللي ما أحب أكثر صراحة، حط دجاج حط مشروم حط، لا. فشغله مرة بسيط ومرة لذيذة قسما بالله ولا تاخذ منك وقت. ننتقل للوجبة اللي بعدها ونقول بسم الله. زيت بالقلاية، بعده نضيف اللحم المفروم مثل ما شايفين يا شباب، لين يتحوش شوي، يعني يصير شوي مستوي. فنحرك. الآن نضيف البصل، نضيف الثوم، ونضيف الطماط فقط. البقدونس نخليه شوي تحميس زيادة شوي. بعدين نضيف عليه البهارات هذه. البهارات هذه راح احط لكم بالديسكريبشن، مع العلم اني كل مقطع نفس البهارات اللي استخدمها. اوكي، ضفنا البهارات مع معجون الطماط، نعطيها بعد تحريك زيادة. الوقت هذا كله اخذ ربع ساعة قلي تحميس كل شيء. اوكي، فالحين نطفي على النار. طبعا النار كلها عالية. اوكي، النار كلها عالية. اوكي، نجي نوزع. بعده نضيف اللحم المفروم، وزعناه بالشكل المناسب. الآن يا شباب خلصنا المكونات، الآن ننتقل على الفرن على طول. طب الفرن نسكر عليه تقريبا 5 دقائق. حار 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 حار. الشيء الجميل هذا أنا أبدا والله ما جربته عشان أكون معكم واضح. دقيقة لين قل بسم الله. شيء جميل، بس صدق صدق يحتاج له صوص، ولا قسم بالله انها رايقه بسيطه ولذيذه، بس مو ألذ من الاشياء سويتها قبل لا تقفل الحلقه. ابو حميد سوي مشروب، يعني رجاء زعلنا كذا يا اخوي، مشروب ليمون اللي هو الفوار فروتس الظاهر. فيمتو، عرفت العصير ذا يا شباب؟ والليمون اكيد تحط ليمون. نجي للفيمتو. اوكي كذا كافي، اعطى كذا بس درجه المطلوبه. بسم الله. الآن نجي نضيف المشروب حقنا. بسم الله. بسم الله. الآن نجي نجرب وعيش. كبت عليه المويه يا شباب، اقسم بالله كل المويه كبتين عندي. بسم الله. الله الريحة، قسم بالله الريحة شيء. الليمون يا أخي طعمه غريب. اللون والله يمكن في ناس يقول لا اللون غريب، بس ما عليك من المظهر قد ما عليك من طعم. تكفون تكفون تكفون. ما بقى لنا شيء على 600,000. الله يعطيكم العافية على الدعم. كان معكم أخوكم أحمد التركي. دقيقة ولا وفي أمان الله.